مقطف بقى الملوخية دي عشان ايه انزل لحماتي. انت يا ابله، نعم يا هدير. ايه خلصت الملوخيه؟ بقطفها اهو. هو ايه ده؟ ايه يا هدير؟ هو انت بقى من الصبح يا امي مش امي مطلعه لك من الصبح؟ لسه عم ايوه تقطفيها؟ انا كنت بروق الشقة وكنت بطبخ يا هدير، في ايه؟ بتروقي ايه وزفت ايه؟ ما احنا هنطبخ تحت برضه. ماشي، ما انا بطبخ هنا برضو، كنت بروق شقتي. انا طب بعملها المفروض والله. تعملي حاجه حماتك الاول قبل شقتك وقبل اي حاجه في بيتك. ماشي يا هدير، هي مش تاخد وقت يعني، ده لا هم 10 هتاخد، دقايق. لا هتاخد وقت. طب انا كنت جايه اخدها منك، ده انا كنت مفكراكي اصلا خرطتيها. انا واقفه على الملوخيه، يلا اخلقيها لي بقى، انا عايزاها متقطفه دلوقتي ومتخرطه. طب ماشي، ما انا لا هقطفها لا لا، دلوقتي ما اهو. يخصنيش ما يخصنيش، هو اخلقيها لي انت بقى. بتتقطمي عليها كده ليه؟ انت جيت، انت عايز انت اروح. سؤال رد عليا، انت بتتقطمي عليها كده ليه؟ طب وانت مالك انت؟ احنا حريم هو مع قال لي بعض. مالك؟ احنا حريم مع بعض، ما حريم ايه وزفت تتكلمش. ايه؟ هو إيه الطريقه اللي بتكلميها بيها دي؟ هو انت بقى عشان مطلقه عايزه تخربي بيتها هي كمان؟ وعلاقة ده بقى؟ انت ليه الكلام ده تخبط في الكلام؟ تخبط في هي الكلام. اللي بتسوق فيها وبتستعبط، مش هي ما شايله بتستعبطش، مسؤوليه. هي بيتها اولى لا، جايه لحماتها. جايه من بيت اهلها، مش متعلمه الاصول. انا اعلمها لها يا طب ما حبيبي. اتعلمتيش انت الاصول في بيت جوزك ليه؟ وما كملتيش معاه، حتى وهي بتنشر الهدوم بتتقطمي عليه. تيجي تعمل اكل تحت وتروق تحت تقطمي عليه. انت بتعاملها كده ليه؟ يا اخويا كفايه كفايه، اخويا محننها ومستتها، ولا بيغضبها مره ولا بيزعلها مره. عشان هي صني يا جث صحيح. ومحافظه عليه. اه. رك على الناس التانية. طب وانت بقول لك فاهمان ايه، ان انا قصدي هتلمي على. نفسك ولا مش تلمي نفسك، ولا انزل اقول لامك تحت؟ المفروض اتفضلي. انت اخويا يعني ولا اخوها؟ المفروض انت لا تعرف لا، مع عليه. الحق ما اشوفكيش جايه عليها وابقى ساكت. طب باش اما اكون جايبه لها الملوخيه بتقطفها من الصبح، كل ده بتعمل ايه؟ بتلعب؟ امال هي ام لازمتها ايه هنا؟ لازمتها مش بتروق بيتها وتحضر لقمه الجثه اللي في الشغل دي ولا ايه؟ ايوه. ايوه يا اخت، ايوه استهويكي يا اخت، واعملي صعبانيات، شويه الصعبانيات اللي انت بتعملهم كل مره انزلي يا هدير. عشان يقولوا انت الطيبه الغلبانه اللي مفيش منك انزلي اتنين. يا هدير، يلا عند امك. يلا قولي لها هي لسه هتقطع في الملوخيه، كانت بتوضب بلقمه الجثه. يا اخويا خليها تفوق لبيتها وتفوق لحماتها. كنت انت فقت. يلا يا حلوه مطلقه. طيب ماشي يلا. ماشي، انا هعرفك، انا هقول طب لابوك يلا. وهشتكي لامك. يلا بتفضلي. هحور حقك عليا من الكلام اللي اختي قالته، ما تزعليش. عادي ولا انت يهمك. عارفه ان هي عصبيه شويه، والموضوع اللي هي فيه مأثر عليها شويه. فانت حقك عليا وما تزعليش، وما تعرفيش اخويا على اي حاجه حصلت. ماشي يا ماشي. حبيبي. ما تزعليش نفسك وحقك عليا. ماشي. واما تخلصي الملوخيه بنزلها لامك تاني. ماشي. ماشي. استغفر الله العظيم.